سلام خوتي خياتي، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يسيبكم بخير وبصحه جيده يا رب. كما راكم تشوفوا اليوم راح نحضر معكم مركز البرتقال ناجح 100%، وجميع الخطوات وجميع الاسرار راح تصيبوها في هذا الفيديو. كما تعرفوا دوكا رانا في وقت البرتقال والثمن تاعو ماشي غالي، يعني تحضروا المركز هدايا وتخبيوه في المجمد، تحتاجوه في الصيف في رمضان اللي ما قعدلوش بزاف راهو على الابواب. ان شاء الله يجي ويجيب الخير معاه ان شاء الله، كما يقولوا يجيب الصحه والهنا والعافيه يا رب. اذا كما راكم تشوفوا راني جربت معكم كذلك باش تشوفوا كيفاش يجينا العصير هذاك، وشتوا القوام تاعو كيفاش كان ثقيل كي كنا نعمروه في لي قبلي. واني جربت معكم هنايا العصير يعني بعد ما ضفنا له الماء. شوفوا القوام تاعو كذلك بزاف رائع صراحه، يجي بزاف بنين، يعني ذوق تاع هذا العصير يجي مثل تاع المحلات. بعد ما تجربوا على بالي راح تعجبكم هاد الوصفه. فقط لازم تشوفوا الفيديو للاخير هكذا باش تنجحوا في الوصفه تاعكم. اذا ما تنساوش تصليوا على رسول الله عليه افضل الصلوات صلى الله عليه وسلم. اذا بسم الله نجيب البرتقال يعني على حسب الكميه اللي راكي حابه ديريها. انا هنايا كاين 4 كيلو تاع البرتقال، راح ندير لها 4 حبات تاع الليمون. انا هنا كاين 2 حبات فقط تاع الليمون، من بعد حنزيد نجيب 2. اذا مازال ما درتوش هذاك الجام ديروا الجام، لان الجام تاعكم قلت لكم هو اللي يساعد القناه تاعي باش تطلع في محركات البحث ويستفيد منها الجميع. اذا نجيب البرتقال تاعي نحطها في الماء، نخليها تقريبا 10 دقائق في الماء مع 2 مغارف تاع خل، نخليها ترتاح. من بعد نشللها جيدا ونحكها باللافات هكذا باش تنحى كامل هذاك التراب اللي فيها، حتى كما يقولوا تغسليها جيدا. من بعد تمسحيها وتجيبي تسكرفجيها. كما راكي تشوفي انا البرتقال راني نوري لك سكرفجت فقط النص، وقعدوا لي هاد الحبيبات رايحه نخدمهم معاكم. اذا فقط بالنسبه للليمون ما تنساوش خذوا 4 حبات تاع الليمون، انا عندي فقط 2 هنايا، من بعد نزيد نجيب 2 واحد اخرين. اذا بالنسبه للسكرفج ناخذ فقط هذيك القشره الصفراء البرتقاليه الفوقانيه، يعني ما نلحقوش لهذيك البيضه. شوف راني نوري لكم هذه الحبه حتى المطريه ما حبيتش يعني تسكرفج معايا، ولكن عادي انا هذه البرتقال اللي كانت متوفره عندي. اذا كما قلت لك خذي فقط القشره البرتقاليه. بالنسبه للليمون كذلك ناخذ فقط هذيك القشره الصفراء الفوقانيه، لانه هذيك البيضه فيها المروريه. اذا بالنسبه لهذا المبشور يعني ما حاش نحتاجوه كامل. اذا كانت البرتقال تاعك يعني كي يضحك مع روحها راح تسكرفجيها كامل عادي، راح نحتاجو فقط النصف تاع الكميه تاع اللي سكرفجتيه راح نديروه في العصير تاعنا، والنص اللي قعد راح تخبيه في المجمد، ديريه في علبه وتحتاجيه في الحلويات نتاعك. من بعد نجيب البرتقال تاعنا ونحاول كيفاش نقشرها جيدا ونتخلص تماما من هذيك القشره البيضاء. يعني حاولي قد ما تقدري نحي هذيك القشره البيضاء اللي تجي من الفوق، لانه هذيك القشره البيضاء هي اللي تعطي المروريه للبرتقال نتاعك، عذرا للعصير نتاعك. اذا حاولي كيفاش تتخلصي منها تماما بهذه الطريقه، يعني قشري كيما موالفه تقشري الطريقه اللي تساعدك. المهم تخلصي تماما من هذيك القشره البيضاء اللي تجي من الفوق. من بعد نحل الحبه تاعنا هكذا في الوسط، ونحاول كيفاش نتخلص من هذاك الخيط كذلك اللي يجينا في الوسط هذاك الابيض كذلك. هذاك لازم نحيوه لانه يعطي المروريه قلت لك للعصير نتاعك. هذا اللي راكي تشوفيه في الوسط راني نوريه لك، يعني الصوره ان شاء الله راهي تبان واضحه. هذا نتخلصوا منه. واذا كانت عظمه في البرتقال تاعك كذلك حاولي كيفاش تخلصي من جميع يعني كذا العظم اللي فيه. انا بالنسبه للبرتقال تاعي والله غير صراحه يا ربي صبت 3 ولا 4 يعني عظيمات، يعني ما فيهش بزاف، ما فيهش تماما العظم، يعني غير 3 ولا 4. المهم حاولي كيفاش تقسمي من بعد هكذا على 2 هكذا، باش اذا كانت فيها عظمه يعني راح تشوفيها. نفتح جيدا كما راكي تشوفي بهذه الطريقه، نقطعوا هكذا مربعات. اذا كيفاش نعرفوا كيفاش نوزنوا السكر تاعنا؟ شوفوا السكر تاعك ما توزنيش، حتى ما ديريش السكر حتى توزني البرتقال تاعك. نفس الشيء كذلك بالنسبه لهذه الحبه تاع الليمون، نتخلص تماما من هذيك القشره ونقيها. نفس الشيء بالنسبه كما درنا البرتقال. اذا نشدوا البرتقال تاعنا بعد ما كما يقولوا نقيناه وقطعناه جيدا، نشدوه نوزنوه حتى نضيفوا هذاك المبشور، يعني هكذا بهذه الطريقه حتى يكون منقي باش نوزن البرتقال تاعنا ونضيف كذلك هذاك المبشور. الميزان اللي نصيبوه دوك نقول لكم شحال ديروا سكر. انا هنايا عندي كميه يعني تقريبا 3 كيلو وشويه هكذا. هنا راح نقول لكم يعني كيله تكون صغيره. كيلو ورطل تاع البرتقال يكون منقي جيدا راح نديروا له 500 غرام تاع السكر، يعني حتجي الحلاوه تاعو معتدله. ديري بهذه الطريقه ما تزيديلوش. بعد ما ديري المركز تاعك كي تروحي تخدمي العصير تاعك اذا شتيه خص شويه تاع الحلاوه تزيدي له احسن من اللي يجيك يعني حلو بزياده. مام اذا كان البرتقال تاعك يعني كذا قارص شويه ديري
في كيلو وربع تاع البرتقال يكون مقشر راح ديري له 500 غرام تاع السكر. بهاد الكيله راح يجيك واحد العصير بزاف رائع. من بعد نبدا نحرك هذاك السكر كما راكم تشوفوا حتى يذوب لنا تماما. شوف اذا كان عندك الوقت خليه 4 سوايع هكذايا، حركه شويه وخليه 4 سوايع يطلق هذاك الماء. واذا ما كانش عندك الوقت كما انايا راني مزروبه على جال الفيديو، اقعدي تحركي فيه حتى يطلق لنا شويه من هذيك العصاره تاع البرتقال تاعنا، نحرك حتى يطلق هذيك العصاره. كما راكم تشوفوا هنايا راح نضيف له هذه الكميه تاع السكر، لانه قلت لك الميزان اللي عطيته لكم كميه قليله، اما انايا كان عندي 3 كيلو وشويه، يعني حسبت وشفت شحال جاني من السكر. اذا نخلط كما راكم تشوفوا. شوفوا راهو طلق لي هذاك الماء، راكم تشوفوا. نجيب قدره، يعني قدره ولا كوكوطه اللي كانت متوفره عندك، نديرها نفرغ عفوا هذاك البرتقال ونحطه فوق النار تقريبا من 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، ماشي اكثر، على نار تكون متوسطه يعني رايحه شويه القليله. كي يبدا يغلي اذا شتي فيه هذيك الرغوه حاولي كيفاش تتخلصي من هذه الرغوه. اذا شوفي كيفاش طلق لنا هذاك الماء. اذا انا نخليه يطيب، بعد ما يطيب ويبرد تماما باش نروح نرحي العصير نتاعنا. اذا نروح نجيب اي خلاط كان متوفر عندك تقدري ترحي العصير تاعك. اذا كان عندك البغا ميكسور تقدري تميكسيه جيدا، واذا ما كانش عندك البغا ميكسور تقدري هاد كيما يقولوا العصاره تاع الجو ولا اي حاجه كانت متوفره عندك تقدري ترحي كيما يقولوا العصير تاعك. اذا انا حنقسم على 2، نص حنرحيه والنص الثاني رايحه يعني على حسب الكميه اللي يديها الخلاط نتاعك. من بعد نجيب صفايه، يعني الصفايه اللي يكونوا تقابي تاعها شويه كبار. علاش نديروها ما نديروهاش ما نرحيوهاش مباشره، ما نصفيوهاش عذرا مباشره في هذيك الصفايه الرقيقه، لانه تالمو يعني تقابي تاع هذيك الصفايه يكونوا بزاف صغار راح يتغلقوا لنا من هذوك الحبيبات تاع البرتقال. من بعد ما نقدروش نصفيوه، لهذا في البدايه نصفيوه في هذه الصفايه اللي يكونوا تقابي تاعها شويه يعني كي دغشان، وناخذ غير بشويه بكميات قليله. ومن بعد كي تخرج لنا كي تقعد لنا هذيك القشره الخفيفه فقط نعاود نروحي بشويه تاع الماء. في هذه الكميه كامل درت هذاك نص كاس ماء تاع 220 مليلتر، ماشي اكثر، تقدري ديري اقل، المهم ماشي اكثر من نص تاع الماء، نص كاس تاع الماء. هذاك النص كاس يكفينا كامل هذه الكميه ولا اقل كميه تاع البرتقال، يعني نضيفه فقط كي تقعد لنا كميه قليله من القشور في الصفايه. نعاود نروحي هكذا باش يعني ناخذ كامل هذيك الخلاصه تاع العصير. من بعد هدايا رايحه نحطو هذا ما نرميوهش، من بعد نقول لكم واش ديروا به. نكمل نصفي يعني العصير تاعنا كامل بهذه الطريقه. شوفوا نص صح نصفيه يعني غير بهذه الصفايه. للناس اللي يحبوا يكون فيه شويه حبيبات يخليوه يعني يصفيوه للمره الاولى فقط ويخليوه. اما للناس اللي يحبوا يعني ما يقعدش فيه ولا حبيبه يعاودوا يصفيوه بصفايه تكون رقيقه. بالنسبه لي انا راح ناخذ كميه قليله حنخلي فيها الحبيبات هكذايا انا والزوج الكريم. اما الكميه اللي قعدت راح نعاود نصفيها في هذه الصفايه الرقيقه، لانه صراحه وليداتي يعني ما يحبوش ولا قطرات تاع حبيبات تاع العصير. ولكن شوفوا كما راكم تشوفوا راني نقرب لكم، يعني والله غير ما فيهش حبيبات، يعني حاجه خفيفه ومرحيين، يعني حبيبات خفاف ومرحيين. ولكن الله غالب وليداتي يعني ما يحبوش كامل تجي في هذاك العصير يعني شويه هكذا تاع الحبيبات. اما بالنسبه لكم يعني نتو على حساب الافراد العائله تاعكم، شوفوا كيفاش يحبوا العصير تاعهم. اذا يكون فيه حبيبات راح تصفيوه مره واحده وتخبيوه، اما اذا يحبوه ما فيه ولا كيما وليداتي ربي يحفظهم اللي يحفظ كامل وليداتكم ما يكونش فيه ولا حبيبه تاع كيما يقولوا تاع البرتقال، رايحه تعاودوا تصفيوه في هذه الصفايه الرقيقه ومن بعد تخبيوه. اذا انا نكمل كامل نصفي العصير تاعنا بهذه الطريقه، من بعد نعاود نولي لكم. اذا هاوليك الشكل النهائي للعصير تاعنا. شوفوا كيفاش جانا ثقيل الله الله، واللون تاعو بزاف شباب، يعني كي درنا كذلك هذاك المبشور تاع البرتقال يعني عطالو كذلك لون رائع وبدنا بزاف رائعه. اذا نجيب سنيوه ندير فيها لي قبلي بهذه الطريقه، ونجيب هكذا طاس نعاون نروح هكذا باش تجيني الخدمه سهله وتجيني مقيه نفرغ. اذا نشوفوا بالنسبه كيفاش نخدموا العصير تاعنا، كل واحد والقوام تاع العصير تاعو ولا كيفاش يحب العصير تاعو، اذا يحبو خفيف واذا يحبو ثقيل. اذا بالنسبه لهاد لي قبلي يعني يدونا تقريبا 180 غرام تاع العصير، اما هنايا راح نوزنهم 250 غرام. للناس اللي يحبوا العصير تاعهم يجي شويه ثقيل 250 غرام. 250 غرام كيفاش نخدموا من بعد العصير تاعنا، رايحه نديروا 250 غرام في قاروره تاع ريتلا، من بعد نكمل هذاك اللي قعد كامل بالماء حتى تعمر لنا هذيك الريتلا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اما بالنسبه اللي عندهم لي
لي غوبلي يحبوا يديروا في لي غوبلي رايحه تعمريهم. ولكن قلت لك هذا الكاس يدي تقريبا 180 190 كيكونوا معمرين مليح. يعني دائما نقول لكم في العصير نتوما تتحكموا في القوام اللي راكو حابينه. نتوما عمروه هكذا في لي غوبلي اذا ما كانش عندكم علب، عمروه في لي غوبلي. من بعد كي تروحوا تجبدوا راح تجبدي غوبلي واحد تحطيه كما قلت لك في قاروره تاع ريتله، من بعد تكملي بالماء حتى تعمر لك هذيك القرعه تاع ريتله. اذا شتي خفيف زيدي له الغوبلي تاني. انا صراحه وللامانه رايحه نخدم معاكم دوكا عصير، رايحه ندير 2 غوبلي من بعد نكمل لها بالماء حتى تلحق ريتله. انا نحبه ثقيل صراحه، انا نحب العصير تاعي يكون ثقيل صراحه، جاني بزاف بنين. وانت اذا حبيتيه خفيف تقدري تنقصي. المهم انا اعطيت لك المقادير بالضبط. 250 غرام تاع العصير رايحه تحطيه في ريتله تاع الماء، من بعد تكملي لها بالماء حتى تتعمر لك القاروره تاعك تاع الماء تاع ريتله. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وراني نعطي لكم جميع الاسرار وجميع النصائح اللي تساعدكم باش تنجحوا في العصير تاعكم. على بالي راكم تقولوا راني نعاود بزاف، ولكن هكذا بالنسبه للمبتدئات باش يفهموني مليح. اذا راكم شفتوني هنايا حطيت 2 لي غوبلي تاع العصير، لانه قلت لك انا نحب القوام تاع العصير تاعي يكون ثقيل. وكما شفتوني كنت نشلل هذاك الغوبلي هكذا باش ناخذ كامل هذيك الكميه تاع العصير اللي فيه، وضفت الماء حتى يلحق الريتله. نتوما على حساب القوام تاع العصير تاعكم اللي راكو حابينه تقدروا ديروا غوبلي فقط واحد نتو وكما حبيتوا. اذا فقط حبيت نقول لكم ملاحظه بالنسبه للعصير تاعكم، اذا حبيتوا تتناولوه يعني كذا مع العشيه او مع العشاء، من الاحسن ديروه نص نهار من قبل. يعني نحو هذاك الغوبلي وديروه في الماء وخلطوه وخلوه يعني كذا يرتاح هكذا باش يعطي لك القوام يعني كذا الرائع في العصير نتاعك. والبنه اللي تتحصلي عليها صراحه مثل تاع هذاك العصير اللي يديروه في المطاعم، صراحه بزاف بنين هذا العصير. وراكم تشوفوا القوام تاعو كيفاش جانا، وتشربوه بالصحه والعافيه ان شاء الله. من بعد تحطي السنيوه تاعك في المجمد حتى تجمد مليح. اما بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به، بعد ما يتجمدوا جيدا تجيبوا اي علب عذرا كانوا متوفرين عندك كيما هادوما، يعني والله غير ماشي غاليين، يتباعوا في المحلات هادوما اللي يجوا بهذا الشكل، وتغلقي العلبه تاعك وتخبيها في المجمد. سينو اي بورتمونجي كانت متوفره عندك تقدري تستعمليها وتخبيهم كامل بنفس الطريقه، وتغلقي العلبه تاعك وتخليهم في المجمد. واذا كانوا عندك مثل هذه العلب راح تعمريهم كامل 250 غرام وتخبيهم نفس الشيء في المجمد عذرا. اما بالنسبه لهذا راح تحتاجيه في الحلويات تاعك، تقدري ديري ملعقه منه في لي كيك في مسكوتشو يجي بزاف بنين، وخاصه في لي صابلي، يعني لي صابلي لي غاطو الساك يجي بزاف رائع. سينو راح نقول لك استيس واحده اخرى، بار اكزومبل ما عندكش خلاص وقت البرتقال وما عندكش برتقال في المجمد وحبيتي مربى بذوق البرتقال، واش ديري؟ تجيبي هدايا توزنيه بار اكزومبل جاك 250 غرام، راح ديري له 250 غرام سكر و250 غرام ماء عذرا، وتخليه يطيب حتى يعني تشوفيه بدا يعقد لك كيما نطيبوا المربى عادي. اذا جاتك هذيك الرغوه من الفوق كذلك راح تنحيها وتتحصلي على مربى بزاف بنين. ان شاء الله كما يقولوا الفيديو تاع اليوم نكون فدتكم به. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوليش بالجيم واشتراك وفعل الجرس بالنسبه للمشتركين الجدد هكذا باش يصلكم كل جديد، وتعليق شباب كيما نتوما قلت لكم هذاك الجيم والتعليقات هما اللي يساعدوا القناه باش تطلع في محركات البحث ويستفيد منها الجميع. نخليكم في رعايه الله وحفظه في وصفه اخرى مع كوزينتي كوزينه حلاوه. السلام.